السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم يا أحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتي على اليوتيوب مملكة الشيف مها. اللي ما اشتركش في القناة من فضلكم تشتركوا بسرعة في القناة، واللي اشترك بالفعل يعمل لي بقى لايك، كومنتات، شير في كل المجموعات. واتمنى ان الاكلة بتاعتنا النهاردة تنول اعجابكم. هي اكلة جميلة وخفيفة كده وسريعة، وتقريبا يعني ما فيش حد ما بيحبهاش. ايه هي؟ كفتة الفراخ بالرز. كفتة الفراخ بالرز من الأصناف الجميلة جدا اللي ممكن تعمليها كده جنب الأكل. معاها مكرونة مثلا، معاها رز بسماتي وبطاطس محمرة، معاها شوية سلطات كده، يعني سندوتشات. حتى لو مفيش رز أو مكرونة ممكن تعملي الأكلة دي سندوتشات. في كل أحوالها في منتهى الجمال. نتعرف بقى على مكونات الأكلة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله. أنا عندي 3/4 وراك مخلية، غسلها كويس جدا طبعا زي ما اتعودنا. الفراخ بالملح والخل، ممكن تعصري عليها ليمونه عشان لو فيها اي زفره تروح منها. وبتنقعيها في المحلول ده بتاع الملح والخل حوالي ساعه او اكتر على حسب يعني ما انت عايزه. وبعد كده بتغسليها كويس جدا وتصفيها وتبداي بقى ايه استخداماتك المختلفه. طيب، عندنا ايه كمان يا حبايبي؟ عندنا حباش اللي هو الخضره، شبت، بقدونس، كزبره خضراء، حوالي كوبايه صغيره. تمام. عندي بصلتين وسط كده او بصلايه كبيره، انا بدات احطهم في الكبه عشان ننجز وقت، عشان نبدا ايه نفرمهم مع بعض. طيب، عندي كمان يا حبايبي دقيق الرز. دقيق الرز انت ممكن تشتريه من اي سوبر ماركت، سوبر ماركت كبير طبعا هو اللي بيبقى عنده دقيق الرز. وممكن انت تعمليه في البيت، ده انا اللي عاملاه في البيت. غاسله كوبايه رز كويس جدا وسبتها تنشف لتاني يوم، وبعد ما نشفت طحنتها في الكبه عندي ونخلتها كده بمنخل، فاداني اهو دقيق ناعم جدا. يعني انا عايزاه ناعم لاقصى درجه، ما يبقاش خشن، علشان الخشن بيبقى محصوص كده في صباع الكفته. طيب، وعندي طبعا بقسماط لزوم القلي. تمام. وعندي بيضتين، وعندي البهارات بقى الحلوه بتاعتي النهارده. عندي الملح حسب الرغبه، بتظبطي انت الملح الحدق بتاعك زي ما انت متعوده. وعندي معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره السبع بهارات، معلقه صغيره بهارات الفراخ. هي دي البهارات بتاعتي النهارده. هنبدا كده يا حبايبي نطحن في الكبه بتاعتي المكونات: البصل مع الفراخ مع الخضره، ونحط عليها البهارات كلها مع بعض، ونشوف بعد كده ان شاء الله الخطوه الجايه هنعمل ايه. وعندي طبعا شويه زيت اهم، لزوم ايه ان انا ايه اصبع الكفته وامسكها عشان ما تلزقش في ايديا. نبدا كده. الاول اولع لكم الشموع عشان يبقى اي حاجه على ضي الشموع. انا احب كده ايه المنظر الحلو حواليا وانا بشتغل، يعني كديكوريشن يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا تقريبا يعني ضربت البصل قبل ما ابدا الفيديو، فابدا اضيف عليه على طول الخضره بتاعتي بالتدريج طبعا، حبه حبه وايه، واكمل وهكذا لحد ما افرم الخليط كله. واقطع الفراخ يا جماعه قطع صغيره عشان تبقى ايه سهله الفرم. بقطعها قطع صغيره جدا كده وافرمها بالتدريج. هفرم الكميه وارجع لكم تاني. ما شاء الله. قلبت الخلطه لحد ما بقت متجانسه، ابدا اضيف عليها دقيق الرز. دقيق الرز كده حبه حلوين زي ما قلنا. بسم الله ما شاء الله. وارجع اقلبها تاني. ودقيق الرز ده بيديها طعم جميل جدا وبيخليها متماسكه كده يا جماعه. خلاص الخلطه ما شاء الله ولا قوه الا بالله بقت متجانسه جدا وجميله جدا اهي. تمام. ابدا بقى ايه الطبق اللي انا هحط فيه صوابع الكفته ادهنه زيت.
علشان الكفتايه ما تلزقش ايه فيه. وابل ايدي كده زيت اهو كده، وابدا اصبع على طول. طبعا حجم الكفته يعني كده بالسنس كده زي ما انتي متعوده يعني تعملي الكفته. يفضل تكون طويله شويه. ليه بقى؟ لانها بتكش مع السوا اهو. فهو ده كده ايه اهو الحجم المثالي اهو. وده شكل الكفته بتاعتنا بعد ما صبعتها. الله شكلها جميل جدا، يفتح النفس حتى من قبل ما نسويها. فهغلفها كده بستريتش واسيبها بس تستريح في التلاجة نص ساعة وبعدين نكمل. سيبنا يا جماعه الكفته نص ساعه في الفريزر عشان تتشمع. يعني ايه الكفته تمسك كده في بعض وتبقى جاهزه للقليه. طيب انا عندي دلوقتي بيضتين، شويه ملح وفلفل واحطهم على البيضتين واربهم بقى كويس جدا. ربيتهم، ابدا بقى افتح الكفته. ده الفيجيتار يا جماعه بتاعي، فيجيتار او بقسماط يعني المتوفر عندك. وحاولي ما تاخديش الكميه كلها علشان الكميه ما تكتلش كده وانتي شغاله يعني استخدمي حبه بحبه. نمسك صباع الكفته كده ونحطه في البيض كده نقلبه تمام، وبعد كده نقلبه في الفيجيتار ما شاء الله، ونحطه على طول في المقلايه. طبعا المقلايه انا حطاها اهي مولعه عليها والزيت سخن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه الوصفه دي تنفع لو انت عندك مثلا لحمه مفرومه بنفس المكونات ونفس الطريقه بالظبط، بس بدل بهارات مثلا الفراخ تبقى بهارات لحمه. وتنفع كمان لو عندك جمبري، وكنا عاملين قبل كده فيديو كفته الجمبري كان جميل جدا برضو بنفس الطريقه، بس بتزودي بقى كمون، يعني الجمبري بيحب الكمون هو والسمك. تنفع جمبري وتنفع لا لحم سمك، يعني لو عندك سمك اللي هو يعني اللحم بتاعه كده غزير كده وجزل كده زي اللوت، ينفع جدا في كفتة برضو ايه السمك. بتخلي طبعا السمك وتطلعي منها كل الاشواك يعني اللي فيها، وتفرمي السمك اللحم بتاع السمك ونفس المكونات، وبتحطي بقى بدل بهارات لحمه او بهارات فراخ بتبقى بهارات السمك، وبتوصي بقى شويه ايه بالكمون، تديكي نتيجه في منتهى الجمال. شكل الكفته بتاعتنا بعد ما طلعناها من المقلايه، طعمها بقى مش قادره اقول لكم حكايه في منتهى الجمال. تقدري تقدمي جنبها بطاطس محمره او شيبسي زي ما انا بعمل كده، وتزوقي بقى الطبق كده. انت عارفه بقى يعني ايه الاولاد يحبوا الحاجه اللي شكلها جميل. يا رب كده ان شاء الله الوصفه دي تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. وقبل ما اسيبكم باكد عليكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي اشترك يعمل لي لايك بقى وكومنتات وشير للفيديو ده في كل المجموعات. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.